مين؟ محمد. محمد. نعم. اهلا بيك، اتفضل. بص انا بصي انا معلش يعني سامحيني عشان خاطر يعني زي بنتين، وانا متاكد دلوقتي ان هم سامعني. ممكن بس تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامعاك؟ انا محمد، اسمي محمد طرفاية عبد النبي، ابو شيماء وسلمى، الشهير بالكشري. انا اكتر حاجه بحبها ربنا سبحانه وتعالى، وانا دلوقتي موجود قدام تربة ابويا. فين؟ قدام تربة ابويا. انت موجود قدام تربة ابوك دلوقتي وانت بتكلمنا؟ ما لقيتش اب، يعني عشان خاطر عيالي، يعني انا مش عايز احكي، بس انا يعني انا بقول انا مسامحه على البهدله اللي انا شفتها وانا اللي شافوه. انا شفت دم حماية. معلش، انت مسامح ابوك ولا مراتك ولا انا عارف انا عارف صوت ده على الهوا، بس انا مش قادر امسك نفسي. بس انا معلش، انا مش فاهمه حضرتك بتقول ايه. انا فاهم، انا عندي احساس. انا البني ادم اللي انت عرفتوه دلوقتي في يعني في ملامحه مني. انا وصلت وكنت هقتل حماية عشان خاطر بنتي. انت لسه متجوز؟ انا بقالي 5 سنين متجوز، يعتبر انا مش متجوز خالص. يعني انت بتاخد مخدرات يا محمد؟ صدقت ومن بالله. لا اله الا الله. انا موجود دلوقتي اقسم بالله العظيم 3، اقسم بالله وحقك المكان اللي انا موجود بيه دلوقتي انا عمري ما بتعاطى حاجه. طيب وليه الحفلات دي كلها؟ صدقت يعني انا ما كنتش بتعاطى حاجه. بقيت بتتعاطى ودلوقتي بقيت. ما انا شايفه من الصوت برضو. بقيت اما ابويا مات. ابويا مات. تتعاطى ايه بقى يا محمد؟ يعني تمول. ترامادول؟ لا 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 تمول بس. انا اول ما بدات بالتمول بس. طب ممكن بس افهم، طب دلوقتي انت بتاخد تمول وقاعد دلوقتي، بس البني ادم اللي كان بيحكي ده ما كانش بيتعاطى حاجه. بص يعني ايه؟ لا انا بس يا محمد عايز اسالك حاجه، انت قاعد قدام تربة ابوك دلوقتي ليه؟ بيتكلم. انا حسيت انا في شخصيه كانت بتتكلم قدامي كده، انا حسيت عشان كده انا بتكلم. ايوه ماشي، انت قاعد قدام تربة ابوك دلوقتي ليه؟ اشمعنى ابوك؟ عشان بدور على اب. انت ايه اللي انت تعبان في حياتك ليه يعني؟ مراتك عملت فيك حاجه؟ انت بتقول انا بقالي 5 سنين متجوز ومش حاسس اني متجوز. هي مش مراتي اللي عملت. هي ايه؟ هي ايه يا محمد؟ مش مراتي اللي عملت. مش مراتك اللي عملت؟ امال مين اللي عمل؟ ابوها اللي عمل. ابوها ليه؟ ابوها وامها. عملوا ايه بقى؟ بلطجيه. عملوا ايه؟ معاهم واحد سندهم اسمه صابر، جزء ابن عمتها، وعبده بلحه، ودول يعني شويه عرباجيه بيتجمعوا لعبد الله عشان خاطر ابوه مات. بني ادم ابوه مات. يعني هم اهلها بيبلطجوا عليك وانت كنت حاسس ان سندك في الدنيا هو ابوك اللي راح. عيالي مش عارفه. طب انت ما جاش في بالك ان هم بيتعرضوا لك كده عشان المخدرات او البرشام اللي انت بتاخده؟ يا فندم انا عملت لهم، يعني هم بدأوا معايا بالقانون، فقير بقى وعلى قد حالي بدأوا معايا بالقانون. ايوه بس مش يمكن عشان البرشام ده برضو، ده انت تلاقيك اقسم انا ما شربتش برشام، ما كنتش لسه بشرب برشام، ما كنتش لسه خالص. لا ما كنتش لسه. انا البنت ديت عملت صواب، مراتي ديت قبل ما تكون مراتي انا عملت صواب. مش معقول اللي انا اقوله قدام الجمهور ده صواب عملته. ده حاجه ترجع لربنا. انا موجود في
حق الله انا موجود دلوقتي في التربه ونفسي ومشتاق ان انا اشوف عيالي دلوقتي. نفسك ايه؟ طب وانت ما بتشوفش عيالك؟ محروم. يعني هي مراتك على ذمتك بس انت مش عايش معاها؟ قاعدة امها وعليها بلطجة. قاعدة عند امها وايه؟ وعليها بلطجة عليا. واهلها أهلها مبلطجين ضربوني. عليك انك ما أهلها تشوف ضربوني. انك ما تشوفش عيالك. لا انا ما اشوفش عيالي. ده يرضى الضمير. بس يا ولا اروح محمد اموتهم. اروح اموتهم يعني واخش السجن بس- زي الاخ اللي دخل السجن. بس هقول لك انا بقول له الله يكون في عونك وباقي في حياتك من اولها. بس هقول لك حاجه يا محمد ولا هتزعل مني، انا زي اختك برضو. انا النهارده واحده جت سالتني، قالت لي انا جوزي بياخد برشام اتطلق، قلت لها اتطلقي. تتطلق. صح؟ صح. لان البرشام بيقضي على الواحد. انت لو هو بيأذي بس وكتاب الله وكتاب الله انا بتكلم وواثق مليون في المية اللي هم قاعدين دلوقتي وبيسمعوني. اقسم بالله العظيم هم عالمين ان انا الاول ما كنتش باخد برشام. طيب ومين نفعك دلوقتي لما انت خدت برشام؟ ما تمشي هي واهلها بكل الناس وانت ما تضيعش نفسك. عيالي انا بص اعدي بحور دم عشان خاطر عيالي جايين من صلبي. وانت لما خدت التامول دلوقتي شفت عيالك يا محمد؟ يعني هو اقول لك على حاجه يا فندم، يعني بيخلينا ان انا اشتغل بس مش اكتر من كده. تشتغل ايه يا محمد؟ انت مش عارف تكلمني يا محمد، امال انا عرفت منين انك واخد حاجه؟ يا فندم اقسم بالله العظيم 3 ده كلامي طريقه كلامي في التليفون كده. انا بشكرك يا محمد جدا.